هاتي 4 باكت من البسكوت، حطيهم في الكبه واضربيهم لعاميهم بالشكل ده. ضيفي عليهم معلقتين او 3 من الزبده علشان تدينا طعم كويس، ولحد ما تبقى عامله زي الرمل المبلول كده، حسب انواع بقى البسكوت اللي بتستخدميها. دلوقتي انا هحطها في صينيه واضغطها كويس جدا، وهجيب 2 باكت من الكريم كراميل، هحطهم في لتر من الحليب، وهرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما يغلوا غلوه واحده بس، مش لازم يغلوا كتير، هم يدوب الجيلاتين يدوب اللي في الجيلي او اللي في الكريم كراميل. بعد كده هجيب 2 باكت من البسكوت احطهم في الخلاط، وممكن ما نحطش مفيش مشكله، وهحط عليهم الكريم كراميل وهضربهم كويس جدا. لو مش عايزين تحطوا في الكريم كراميل بسكوت استخدموه على طول. انا هحطه على البسكوت بالشكل ده، وهدخلها بقى الفريزر نص ساعه بس. لو عايزه تدخليها التلاجة وعندك وقت مفيش مشكله، هتطلعيها تفكيها بمنتهى السهوله. وبعد كده تبداي ان انت تزينيها زي ما انت عايزه بالكراميل اللي جاي مع الكريم كراميل او رشه كاكاو، وقطعيها وقدميها بارده للولاده تطلع معاكي تحفه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير كتير، واشوفكم على خير. باي باي. المدارس على الابواب، واللانش بوكس ما بيخلاش من سندوتش النوتيلا اللي الولاد بيحبوه. عشان كده النهارده هنعمل النوتيلا في الخلاط باثبت واسهل طريقه. ما تنسيش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد. كوبايه من الشوكولاته اللي بالحليب، هحط في كزرونه كانت حاطه على النار عليها نص كوبايه من الحليب، وهحط عليها كمان ربع كوبايه من السكر. ممكن نستغنى عن السكر لو مش حابين تبقى مسكره قوي. هخليهم على نار هاديه، وهجيب في الخلاط بقى نص كوبايه من الحليب، نص كوبايه من الكاكاو يكون نوعيه كويسه، استخدمت دريم علشان طعمه حلو جدا حقيقي كانه شوكولاته. هضيف كمان عليه كوبايه من الحليب البودره، اللبن البودره اللي موجود عند العطار، وهضيف عليه معلقتين من الكريم شانتيه بطعم الكاكاو او بطعم الشوكولاته. هقلبهم كده، هحطهم في الخلاط، وعليهم بقى الخليط اللي كان على النار اللي كان بيسيح بالشوكولاته، هحطهم يضربوا في الخلاط كده لحد ما يتجانسوا كويس. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه من الزيت سرسوب رفيع جدا جدا، يعني ممكن ياخد من كوبايه لكوبايه الا ربع معاكي. ممكن بقى اول ما الخليط يربط معايا كده كويس مع الضرب الكتير، اتاكد ان مفيش اي تكتلات موجوده من تحت بالسباتولا. وهضيف عندي هنا اخر حاجه 2 جرام من قصانص البندق، ده اختياري، لو مش متوفر مش مشكله، موجود عند العطار وسعره رخيص مش غالي. هخلص كل الكميه بالشكل ده واحطها في برطمانات متعقمه، واحطهم في التلاجة تاني يوم هيبقوا تحفه جدا. يا صباح الانتعاش والفرفشه والنعنشه، تعالوا نعمل وصفه ترطب على قلبنا الحر بتاع الصيف ده. متنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات، ونشوف الوصفه بتاعتنا بتتكون من ايه. عندنا هنا باكت من جيلي المانجا، هضيف عليه كده كوبايه من الميه المسخنه، وهخليه كده على جنب بعد ما ادوب الكريستالات كلها بتاعه الجيلي. عندي كوبايه من بيوريه المانجا احطها في الخلاط، عليها كوبايه من الحليب المتلج، كوبايه من الكريم شانتيه، استخدمت كريم غير محلى، ممكن تستخدمي محلى لو بتحبي سكر كتير. هحط عليهم كوبايه الجيلي اللي احنا حضرناها تكون هديت شويه من الحراره، وهضربهم في الخلاط لمده 5 دقايق لحد ما يبقى القوام بالشكل ده، تحفه جدا جدا. بعد كده هاخدهم كده احطهم في كاسات وادخلهم الفريزر 10 دقايق ولا حاجه. اول ما تحسي ان التماسكت من فوق خلاص كده بقت تمام معاكي، الموس مسك معانا وبقى جميل جدا. جيبي بقى منجايه كده تكون متقطعه مكعبات، وحطيها فوق فوق الموس بتاعك بالشكل ده. طبعا دي خطوه اختياريه، واي ديكوريشن خطوه اختياريه على حسب ذوقك. هحط عليه بس كده ايه فروع من النعناع هتكسر اللون، وتديني شكل حلو جدا جدا واحساس بالفخامه كده في الحاله بتاع النهارده. هحط كمان عليها واحده كريزه، الالوان كلها لايقه مع بعضها ومخليه مريحه للعين. الطعم بقى حاجة تانية خالص، انا عايزة اقول لكم تحفة. ولو جالكم اي ضيف هتحضريه والضيف موجود وهياكله قبل ما يمشي كمان. هي كلها التحلية مش تاخد معاكي نص ساعة وهتبقى متحضرة وهتخلص في دقيقة. انا عايزة اقول لكم تحفة، جربوها وانا متأكدة ان هي تعجبكم جدا. ما تنسوش لايك وشير كتير، اشوفكم على خير. وصفة شاتوه الخلاط من ألذ الوصفات اللي ممكن تعملوها. شاتوه بالكراميل تحفة يا بنات. في الخلاط عندي كوباية من الحليب، كوباية الا ربع من السكر، نص كوباية من الزبدة او زبدة على زيت، هضيف عليهم باكت من الكريم كراميل الجاهز اللي في العلبة ده، وهضيف كمان 2 باكت من الفانيليا هينسموا لي الخليط ويخلوه طعمه حلو جدا جدا. هاخدهم كده اضربهم في الخلاط 5 دقايق لحد ما كله يدوب مع بعضه والسكر يدوب تماما. وبعد كده هاخد منهم كوبايه هخليها على جنب، وباقي الخليط اللي في الخلاط هضيف عليه حبتين من البيض، نص كوبايه من الميه، وهضربهم كويس جدا. ممكن نستخدم بدل الميه حليب. هكون مجهزه عندي بقى كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم باكت من البيكنج باودر ورشه ملح صغيره. هاخد الخليط السائل احطه على الخليط الجاف وهقلبهم بالظبط دقيقه كده لحد بس ما الدقيق يختفي تماما والخليط ينعم معاكي ما يكونش فيه اي تكتلات. الخليط هيكون تقيل شويه معاكي، هتجيبي نص كوبايه من الميه المغليه
هتضيفيها عليه وهتقلبي في اتجاه واحد بالشكل ده لحد ما كله يتجانس مع بعضه. هتلاحظي الخليط خف معاكي وبقى بالشكل ده. عايزه اقول لكم ممكن تستخدموا اي نوعيه دقيق، مش لازم ابدا دقيق مخصص للكيك. خلاص كل الكيك بقى تمام، هتاكد ان ما فيهاش اي تكتلات من تحت بالاسباتولا، وهقلب تقليبه سريعه وخلاص. دلوقتي عندي صينيه مقاس 28 فيها مسحه زبده او زيت بسيطه، هحط عليها معلقه من الدقيق وهبطن بيها الصينيه بالشكل ده. هاخد خليط الكيك هصبه في الصينيه، وهتاكد ان ما فيهوش اي فراغات هواء باستخدام عود خشبي او خله خشبيه يعني. وبعد كده هبدا ان انا مشغله الفرن على درجه حراره 180، بحطها في الرف اللي في النص، ما بتاخدش اكتر من 20 دقيقه 25 دقيقه بالكتير، وهتطلع معاكي تحفه. اول ما تاخد لون من تحت، تحس ان الحروف اخدت لون ذهبي، ممكن تشغلي لها الشوايه دقيقه ولا حاجه لو لسه ما اخدتش لون من فوق. اول ما خرجت من الفرن استنيت عليها بس دقيقه كده لحد ما هديت، 5 دقايق كده لحد ما هديت. وبعد كده ابتديت ان انا شربتها كوبايه من الحليب البارد، وبعد كده حطيت عليها كوبايه الكراميل اللي احنا كنا شايلينها وحاطينها على جنب في الاول خالص. بعد كده هبدا ان انا هوزعها كويس، وهجيب الصوص بتاع الكراميل اللي جاي مع كيس الكريم كراميل، هعمل بيه تزيين خفيف بالشكل ده، وتقدروا تزينوا باي حاجه تحبوها. دلوقتي خلاص بقت جاهزه معاكم، يعني تقدروا تخلوها تبرد وبعدين تقدموها. انا على طول ببقى مستعجله علشان تصوير الفيديوهات، بقدم على طول الحاجه بتبقى سخنه. شايفين البخار حتى طالع منها؟ لما بتهدى كمان وبتبقى بارده طعمها بيبقى احلى بكتير جدا جدا. وكده يبقى عملتي اكتر من 12 قطعه جاتوه سهله وبسيطه واقتصاديه، وعامله زي النايتي بالظبط، هشه هشاشه غير طبيعيه. جربوها بالمقادير اللي انا قلت لكم عليها، وانا متاكده ان هي تعجبكم جدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو دعمونا باجمل لايك، وصلوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي. من ألذ الحلويات اللي ممكن تعملوها، هتجيبي كده معلقتين من الزبده تحطيهم في طاسه تكون سخنه، هتحطي عليهم كوبايه من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه العادي اللي بتستخدمه. هبدا ان انا هحمصهم مع بعض لحد ما ياخدوا لون ذهبي، وبعد كده هضيف لهم كوبايه من الميه. كوبايه يعني حطوا كوبايه من الميه وضيفوا ميه بالتدريج لحد ما العجينه تتجمع معاكم. هضيف لها كمان نص كوبايه من السكر، وربع كوبايه من جوز الهند، دي اختياريه، ورشه قرفه، بس هتخلي الطعم حلو جدا جدا. خليهم لحد ما يتجمعوا يبقى زي العجينه بالشكل ده، احطهم في بوله واخليهم على جنب. هجيب صينيه هديها دهنه زبده تكون كويسه، وهجيب لفه جلاش عندي وتكون طريه. هاخد منها بس ورقتين او 3 زي ما انتوا عايزين، الطبقات تكون قد ايه، والباقي هغطيها واخليها على جنب. هاخد ورق الجلاش، هبدا ان انا هفرده من غير ما ادهنه اي حاجه خالص. هاتني بس جزء منه كده علشان يبقى طبقه تقيله تحت الحشوه، والحشوه كمان لو بارده هتقدروا تتحكموا فيها يعني اكتر من كده، وهتبقى حلوه معاكم جدا جدا. بعد كده هبدا ان انا هظبط الحشو على الجزء اللي انا تنيته بالشكل ده، وهبدا ان انا هلفها بمنتهى السهوله رول بالشكل ده، مش تاخد منكم وقت خالص. وحتى لو وقع منك جزء من يعني من الحروف او اي حاجه بتشيليها عادي بمنتهى السهوله. بتلفيها وبتخليها متبططه بالشكل ده، وتحطيها في الصينيه لحد ما بتخلصي كل الكميه. عايزه تعمليها مبططه، عايزه تعمليها رول، مفيش اي مشكله خالص. بعد ما بخلص كل الكميه بالشكل ده، دي الكميه اللي طلعت معايا والحشوه كفت معايا بالظبط، هبدا ان انا هقطعها بمنتهى السهوله. قطعيها بقى سمبوكسات، مربعات، مثلثات، زي ما انت عايزه قطعيها الطريقه اللي انت تحبيها. بعد ما بتقطعيها بتكوني مجهزه عندك كوبايه من اي حاجه موجوده عندك، سمنه بلدي، زبده على سمنه، زيت على زبده، زيت على سمنه، زي ما انت عايز اي حاجه. وابدا ان انا هشربها من التقطيعات اللي انا مقطعاها بالشكل ده عشان تورق معايا، وكل الطبقات يوصل لها زبده بالشكل ده. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لحد ما اجهز الشربات. الشربات عندي كوبايه ونص من السكر، وعندي هنا كوبايه من الميه، معلقه من عسل الجلوكوز. ممكن نستغنى عن عسل الجلوكوز ونضيف عصره من الليمون. هيغلوا 10 دقايق وخليهم يبردوا على جنب. حط لهم فانيليا وخليهم يبردوا. بعد ما بيبردوا بقى تماما، بتكون عندك الصينيه عندك ورقت واستوت وتمام. بشغلت لها بس الشوايه اخر دقيقه علشان كانت محتاجه لون من فوق. اول ما تخرج من الفرن بتكون هي سخنه، والشربات عندي بيكون بارد. تشربيها الشربات وتسيبيها تشربوا شويه. انا كنت مستعجله عليها شويه علشان اخلص الفيديو، بس عايزه اقول لكم دي ألذ واسهل طريقه هتجربي بيها الجلاش المحشي ببديل البسبوسه. عايزه اقول لكم تحفه يا بنات، متشرب، وطعم القرفه مع السميد طعمه في حته تانية خالص، خفيفه ولذيذه مورقه ومقرمشه، وطعمها بجد في منتهى الجمال.
مش تبقي عارفه انت بتاكلي بسبوسه ولا بتاكلي جلاش. جربوها وقولي رايكم فيها. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وتحطوا لايك للفيديو وشير كتير، وتابعوني ان شاء الله، نزل وصفات حلوه كتير الفتره الجايه. واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. باي باي. دي الوصفة بقى اللي بتدخل في قلبي، عايزة اقول لكم طعامة وحلاوة وسهولة واقتصادية جدا، مفيش اسهل من كده. متنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. اول حاجة هحضر الحشوة بتاعتي اللي تقدروا تعملوها بالكاسترد او بالنشا، مفيش مشكلة. عندي 3 اكواب من الحليب، احط عليهم 4 معالق كبار من الكاسترد، وممكن يكون نشا مفيش اي مشكلة خالص، وممكن نستخدم كمان كريم كراميل، اللي تفضلوه اعملوه. هرفعهم على النار لحد ما يتقلبوا كويس ويتقلوا بالشكل ده. ممكن نحط لهم فانيليا او سكر حسب رغبتكم. هخليهم لحد ما يبردوا شويه، وبعد كده نقدر ان احنا نستخدمهم. انا كنت مستعجله فما استنيتش بصراحه ان هم يبردوا معايا. هخليهم على جنب، وهجيب نص كوبايه من الزبده وصينيه عندي، وهدهن الصينيه كويس بالزبده. وعندي هنا لفه جلاش، هبدا ان انا هاخد كل ورقه او ورقتين واحطهم حوالين الصينيه، هلف الصينيه بالجلاش بالشكل ده، وما بينهم طبعا بيبقى مسحه زبده خفيفه لحد ما اخلص نص الكميه. بعد كده هحط طبقه الكاسترد بتاعتي، كانت لسه سخنه عشان انا مستعجله، بس انتوا استنوا لحد ما تبرد. هحط عليها رشه قرفه او احط عليها رشه كاكاو زي ما انتوا عايزين، ممكن ما تحطوش خالص. هقفل الصينيه بتاعتي حوالين داير برضو، وباقي الجلاش اللي متبقي معايا هحطه فوق الصينيه. وطبعا ما ننساش مسحه الزبده البسيطه اللي بنحطها بين الطبقات. خلصتها، المفروض ان احنا نقطعها قبل ما ندخلها الفرن، لازم تتقطع، انا نسيت. دخلتها الفرن، واول ما تطلع كنت مجهزه لها تشريبه سريعه وحلوه جدا يا بنات. ممكن تشربوها حليب مكثف او شربات، وبالهنا والشفا. ما تيجوا يا بنات نعمل بطاطا مشويه في البيت زي عربيات الشارع بالظبط، بتركايه هتعجبكم جدا جدا. ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد. عندي 2 كيلو من البطاطا، غسلتهم وهم لسه مغسولين، فيهم شويه ميه، حطيتهم في طاسه تكون سخنه جدا جدا، وغطيتهم كده كويس، غطا يكون محكم. سبتهم نص ساعه على نار هاديه، وبعد كده قلبتهم وحطيت لهم نص كوبايه من السكر. هغطي كمان الغطا وهسيبها نص ساعه كمان. بعد نص ساعة هتلاحظوا بقى ان السكر اتكرمل والبطاطا خلاص بقت استوت. هغطي برضو الغطا، بس هكون هعمل بقى التركايه اللي هتحولها زي عربيات الشارع بالظبط. هجيب كده معلقتين من النشاره، هشغلهم او هولع فيهم وهحطهم في طبق بالشكل ده. حسيت ان النشاره بتطفي معايا بسرعه، فجبت فحمايه شغاله او يعني متولعه على النار، وخليتها شغاله مع النشاره بالشكل ده علشان تفضل معايا تدخن وتبقى تديها نار. بعد كده هبدأ ان انا هسيبها 10 دقايق مكمورة كده في الفحم والنشارة لحد ما تاخد طعم الدخان بتاع عربيات الشارع. وبس كده، جربوها وانا متأكدة ان هي تعجبكم جدا.